من المعروف والمتعارف عليه إن الزمالك عنده أزمة كبيرة في مركز حراسة المرمى. عقد عواد وعقد صبحي بينتهوا بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يتم التجديد. طب خيارات الزمالك في المركز ده إيه؟ تعالوا نشوف كده. كلام كبير جدا إن الزمالك بيفكر في عودة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر الحالي ولاعب نادي الزمالك السابق. جنش واحد من الحراس المميزين اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك، عمل شغل كبير جدا مع نادي الزمالك، قعد احتياطي فترات طويله واستحمل حاجات كتير، ولما لعب اثبت انه حارس من العيار الثقيل وعمل مواسم حلوه مع الزمالك، كسب بطولات كويسه مع نادي الزمالك. ولكن هل محمود جنش حاليا واحد من افضل الحراس الموجودين في مصر؟ لا بصراحه. جنش انا بحبه جدا ومن الناس اللي انا يعني من الحراس اللي انا كنت بعشقهم في نادي الزمالك، لكن جنش مش شايف ان في جديد في عودته لنادي الزمالك. مش ده الحل اللي الزمالك هيعمله بصراحه. كتير في النادي بتتوسط من اجل عوده جنش للنادي. حد هيقول لي يا عم، مع عواد وصبحي بيقدموا اداء زي الزفت، يا عم ما جنش هيبقى احسن منهم بمراحل. ما هو جنش ما بيلعبش بقاله كتير، مش موجود، وحتى لما كان بيلعب ما كانش بيقدم افضل مستوى ليه. مش معنى ذلك ان هو جون كويس وكان جون بيلعب عندي ان انا ارجعه تاني. المركز ده بالذات صعب والامور صعبه جدا، وزي ما انتم شايفين عواد وصبحي. فانا لو فكرت ابص على حد تاني بقى، ابص لحد صغير يبدا يلعب وياخد الثقه، اسيب مثلا عواد واجيب جون صغير معاه وابدا اشوف الدنيا ماشيه ازاي. كلام كبير اصلا. نادي الزمالك حاليا شغال في ملف ان هو هيجدد لعواد وصبحي. صبحي كان في كلام انه مضى البيراميدز كده من بعيد، لكن في كلام ان صبحي خلاص قرر ان هو يقعد في نادي الزمالك، والزمالك هيحتفظ بعواد وصبحي الفتره القادمه بنسبه كبيره. كان في كلام على حارس محمد مجدي، حارس الداخليه تقريبا، لكن الزمالك صرف النظر عن الموضوع. جنش عشان اكد واحد من الحراس المميزين اللي كانوا في نادي الزمالك، زملكاوي 100%، وهايل جدا. نغمت انه كان بيفوت للزمالك، والناس دي نغمت ناس ما بتفهمش وناس ما عندهاش فكره وناس عقلها قد كده، ما بنمشيش وراه. ولكن الزمالك اهم من اي حاجه، مستقبل الزمالك اهم من اي حاجه. جنش انا بحبه وليه حب كبير جدا جوايا، بس شايف ان مرحله جنش انتهت مع نادي الزمالك، والزمالك يبدا يفكر لقدام ويبدا يشوف الامور او يوزن الامور هتمشي ازاي. بصراحه زمن المجامله انتهى والجاي مصلحتي.